أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحن على أبواب شهر رمضان الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صيامه وأن يرزقنا قيامه، وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى ممن يصومه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا، وأن يكتبنا عنده إن شاء الله تعالى من المعتقين من النار، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فرمضان أيها الإخوة الكرام ينبغي للإنسان المسلم أنه يتعامل معه بجدية أكثر. لماذا؟ لأنه موسم خاص، واحد الموسم جعله الله عز وجل فرصة للإنسان المسلم ليتطهر فيه، ليستريح فيه حتى من العناء، ماشي ديال الدنيا، بل يستريح من عناء الذنوب وعناء المعصية وعناء الغفلة التي قد يكون الإنسان ربما قد أثرت عليه طيلة السنة. فملي كيجي الصيام، يوم النهار ديال الصيام، ينبغي للإنسان المسلم يستحضر هذه المعاني، أنه واحد الفرصة عطاها لك الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد أن الإنسان يتعامل معها، مع هذه الفرصة، بجدية باش يفوز بها. علاش؟ لأن شكون قال لك أنه قد يحييك الله عز وجل إلى العام القادم باش تصوم عاوتاني؟ واش فينا شي واحد اللي ضامن العمر ديالو؟ فينا شي واحد اللي عارف متى سيأتي أجله؟ لا. لهذا ينبغي للإنسان المسلم أن يستغل هذه الفرص الشرعية لكي لا تذهب هباء، ويحاول الإنسان المسلم كما قلت أنه يظهر عليه هذا الشهر، يظهر عليه كما ينبغي. شحال من رمضان صمنا، قد يصل الإنسان اليوم 60 سنة و70 سنة وصام رمضانات كثيرة، ولكن واش عمر الإنسان انتبه أو باقي كيتذكر شي رمضان أثر عليه، شي رمضان شاف النتيجة ديالو؟ يزيح الله بنادم اللي قال غي كان بنادم غير اللي يظنش كيد رمضان يسجل الله بنادم اللي كنتي يكره رمضان يوطر كيس، يفلق يسكر اللاطار، يغير يسكر الخلق نس، يلقى السبب الهداية نس، لو قتنا كنتي الإنسان زود كاد غيلة، هذا يعني أن هذا الإنسان قد استفاد من رمضان حقيقة. لهذا ليفوز الإنسان برمضان ينبغي أن يستعد له تمام الاستعداد، وهذا الاستعداد راه مسألة فطرية في الإنسان. أي شخص بغى يدير شي حاجة كيوجد ليها، ما كاينش شي واحد اللي كيدير شي حاجة مهمة في الحياة ديالو من غير استعداد. أري بلاد ما أبدا أن لا تسكت على السجد، أنك يهمان على السجد، أن يرى الخطرك على السجد. ولي يمكن أن الإنسان هاتي يفرح رمضان وإنه ولا السجد والو، ماشي السجد الجانب المادي، الطعام الشراب ما دير واسم، نجمعي الجانب الروحي. ما تسجد ما إلا حنا عقلك تسكر رمضان باش تفوز تلا أجر اللي قيسي الله.
مش كذا قال المقصود. الإنسان إذا أراد شيئا استعد له، بل الإنسان إذا لم يستعد لشيء وإن ادعاه لا يصدق. واحد الإنسان بغى يسافر، اش غايدير؟ راه كيوجد للسفر ديالو، إلا ما وجد ليه وكيقول للناس أنا راه مسافر، واش غيصدقوه؟ واش هذا الإنسان صادق؟ أوهو. ماني تريد ريح الرباط، يستبيت الكار، أوهو، يصلى الطوموبيل، أوهو، يسمود الحوايج لك، أوهو، سد ما يتريد، أوهو، أوا دير هاد السفرة يغزن هو ولي غزان. هذا كاذب، نهضر يتصح وقال يوسف ديك انا فهم يا لقيت. اما ان يكون صادقا فليس بصادق. طالب يقرب الامتحان وليس استجاد والو، يصير هو هذا ينجح. هل هذا حقيقة يريد النجاح؟ ولا يمكن. وخين ينجح يقول يمكن ينجح. علاش؟ لأنه لم يهيئ. إذا كذلك رمضان، واش بغيتيه أو وجد ليه، رغم أن هذا الاستعداد راه مهم جدا، مهم جدا، ما يتوقعني الإنسان غصاد. أريد تليح الغفلة، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي سمى شعبان يسمى سميت ذاك شهر يغفل فيه الناس. أريد تيقول غفلت شعبان، علاش؟ ما قال الغفلة اللي يسيت تيقول؟ لأن أغلب الناس دائما ينتبهون إلى الجانب المادي في رمضان، الموسم الخير دائما يطغى عليه ذلك الجانب المادي. أريد الإنسان الربح المادي في مواسم الخير، أريدته جانبا الروحي. ثانيا، لما طغت التقاليد والعادات على رمضان يكون هاجس الإنسان دائما شنو هو؟ ذاك الجانب المادي باش غيدوز رمضان. كتلقى الإنسان اليوم كيفكر في النفقة اللي غتخصو في رمضان وكينسى ذاك الجانب الديني. هذه هي الغفلة. بل بعض المرات كتلقى بعض الفئات معينة من المجتمع ديالنا من العادة ديالهم أنهم يقترضون في بداية رمضان لأجل رمضان، وكيقترضوا بالربا. أريد طمز الكريدي عسل الموت تريد بس الزايح رمضان يسيقى هذا العقل أتورتيقى. هذا من الغفلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الغفلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لا بد أن يستعد الإنسان. لماذا تستعد؟ واحد المجموعة من الأسباب الشرعية. السبب الأول أن راه غير هذا الاستعداد راه هو من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الاستعداد سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيبشر الصحابة بقدوم شهر رمضان. أتاكم شهر مبارك، ما يسمي غير كتغيلا إعداد نفسي. راه جا واحد شهر مبارك ما فاكينا كنغيلا على ما عارفين أنه جاي، راه عارفين أن رمضان غيدخل، ومع ذلك قال لهم رمضان يكشمل. علاش؟ استعداد وحث على اغتنام شهر رمضان. الإنسان اللي في هذا المعنى يستفيد من رمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة. أما ذاك الإنسان اللي كيبقى في الغفلة حتى يقولوا ليه الناس راه دخل رمضان لا يحس به. عرفتي انت فات السيمانه اللي زوارن يوضن كيسا كايو السيمانه ديال السلات يوضن حليق انا 15 يوم تفتيس 15 يوم ما كيسيس كان رميت. لكن الانسان اللي انه من شعبان هو كيوجد يصوم متى يسر، كيدير واحد البرنامج، كيوجد هذا البرنامج، كيوجد الدار ديالو، كيوجد الاسره ديالو، هذا الانسان يخلق لنفسه جوا يعينه على الطاعات. إذا راه غير هذا الاستعداد هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا فقط يدفعك أن تستعد، أنك تجد. الأمر الثاني وهو أمر داخل في الخانة ديال الدعوة إلى الله، وهو أنكم تعرفون ونرى دائما في كل رمضان أهل الباطل يستعدون. أهل الباطل يستعدون لرمضان. ياك ماذا يهيئون؟ يهيئون كل ما يصد الإنسان عن ذكر الله، كل ما يلهي الإنسان عن اغتنام رمضان لياليه والنهار دياله، حتى أصبح عادة في كل رمضان تكثر هذه الملهيات، المسلسلات، الأفلام، الدوريات ديال كرة القدم، الأنشطة الثقافية، كذا كذا كذا. لماذا كل هذا؟ لماذا بالذات رمضان؟ لأن عندنا واحد الفكرة أنه في رمضان محتاجين شي حاجة نقتلوا بها الوقت كما كيتقال، خصها أنجلوا نقط،
انجلو لقطه التلميذ سميت سكورت الكارطاس ضما المسلسلات الافلام وهكذا. اذا اهل الباطل يهيئون للباطل، فمن باب اولى ماذا؟ ان اهل الحق يهيئون لحقهم، غير من باب النوع واحد شويه من التعادل، يكون واحد النوع من التعادل على الاقل حتى انت دافع بماذا؟ بالاعداد بالحق لكي تزاحم الباطل. راه هذه مهمه الجميع، مزاحمه الباطل والدفاع عن الحق راه مهمه الجميع، كل واحد من المركز ديالو، كل واحد من المنصب ديالو، كل واحد على حسب ثقافته. ملي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بمعنى بلغ ما استطعت وانصر على حسب ما استطعت، ماشي تسنى ان راه الدفاع عن الدين او الدعوه الى الله او الامر بالمعروف او النهي عن المنكر هو فقط لجهات معينه او لشخص معين. لا، هو مسؤوليه كل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. غير تختلف الدرجات، ان الانسان ما يتجاوز القدره ديالو، ان لم يكن متخصصا يبقى في الجانب اللي هو ديال العموميات، انه ما يدخلش في الفتاوى او نحو ذلك. اذا هذا دافع كذلك. اذا كان اهل الباطل يستعدون لباطله، فلماذا لا يستعد اهل الحق لحقه؟ هذا هو راه دافع. الامر الثالث ان شكل الاعداد هو دليل صدقك في ارادتك اغتنام رمضان. قول لي شو وجدتي، غنعرف من خلال داك الشيء اللي وجدتي انك راه باغي رمضان ولا ما باغيش. هذه قاعده، وقاعده قرانيه. في سوره التوبه، حكينا الله عز وجل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين الذين تخلفوا عن غزوه تبوك. كانت واحد الغزوه اسمها غزوه تبوك، والاصل ان الامير اذا رفع رايه الجهاد يحرم التخلف عنه، بمعنى لا يجوز لاحد انه ما يخرج الا قال لك الامير ديالك خرج خصك تخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا الناس الى الخروج الى الجهاد. وجاء في واحد الوقت في المدينه ديك الساعه كيكون الصاد، يعني في الصيف، وفي الصيف هو وقت طيب الثمار، كيقلبوا الناس غير على الضله سيقلب النغال سكنوا الصيف. ففي هذا الوقت اللي كانوا الناس كيستعدوا يسترحوا فيه ويحيدوا ديك الثمار ويستمتعوا بها، جاء الامر بالخروج الى الجهاد، فخرج الناس لان هذا راه ايمان. لكن المنافقون تخلفوا، بمعنى المنافقين ما خرجوش، فقالوا كما قال القرآن وقالوا لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر. فجاءهم الجواب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، وما خرجوش. فمن رجع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا كيتلقاو ليه وكيعتذروا ليه. ما معنى يعتذرون؟ كيقدموا الاعذار، كل يد ميتيني، هذا كيقول كنت مريضا انشغلت كذا كذا، كيقدموا هذه الاعذار. فيقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما دام انه اعتذر سير لا يسخر بينك وبين الله. فانزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم اولا ايات فيها واحد النوع من العتاب، يعاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم علاش قبلت منهم هذا العذر. قال الله عز وجل عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. العتاب في العفو عنهم. ثم قال ليه راه هاد المنافقين اللي تخلفوا اذا كاع استغفرتي لهم ما غاديش يغفر لهم الله، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عاد جاب هذه القاعده قال ليه ها واحد القاعده باش غتعرف واش هاد الناس كانوا صادقين باغيين يخرجوا للجهاد ولا لا. قال ليه ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، كون بغاو يخرجوا للجهاد راه كانوا وجدوا ليه. بمعنى عقليا هاد الناس واش وجدوا؟ لا. اذا شنو هي النتيجه؟ ما بغاوش يخرجوا للجهاد. واضح؟ نفس المنطق في رمضان وفي سائر الطاعات. بغيتي رمضان تفوز به، وجدتي شي حاجه ما بغيتيش تفوز به، لانك لو كنت تريد الفوز به لاعددت له عدته. اذا هذه قاعدته.
وبعض الشيوخ هذا كيتيني أن يسجد بنادم أرسيسي تربح، لكن حنا عادة نحغي في رمضان ما اللي كان الاصل يعني الانسان غادي يتصوم 30 يوم، ينقص الماكله ينقص الشراب كذا كذا، لو قلنا يفوق رمضان يتنقص في الميزان ياك، ما حيت تجروني كلي ربي، لو قلنا يفوق رمضان يزيد الانسان حل الميزان، هذيك شفت رمضان 70 كيلو يفوق 90 كيلو، قصد لا يفوق 60 عند 50. علاش؟ بركه الاستعداد. شكون غادي السجاد؟ غير القوت الماكله الشراب، فوجدت بركه ذلك في ماذا؟ في شكل زياده الوزن. لو كنت اعددت شيئا اخر لوجدت بركته. اذا هذا الاعداد راه مهم جدا لانه يخفف على الانسان. اذا هذا الاعداد بماذا استعد؟ بماذا؟ اول شيء تستعد به التوبه. التوبه ان يتوب الانسان الى الله عز وجل. توب الى الله. علاش؟ لان التوبه تخفف على الانسان. ما اللي هي التوبه؟ اي كيغفر ربي الذنوب. فاذا غفر لك الله عز وجل ذنوبك هذا يعني انك اصبحت خفيفا. اذا اصبحت خفيفا راه سيسهل عليك سلوك الطريق. اما الانسان اذا كان هز معاه الاثقال راه ما غاديش يقد يتمشى في الطريق. اذا توب الى الله. اول شيء تفعله ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. لا بد من التوبه. راه ملي كيسمع بعض الناس كيسمعوا التوبه كيستحضر دائما العصاة والمنحرفين وكذا. وهو راه المؤمن الكامل الايمان هو المطلوب منه التوبه اساسا. لهذا خطب بها المؤمنون وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله. خطب بها المؤمن. اذا هذه التوبه راه ماشي شي حاجه يتجمل بها الانسان، راه هي واجب. ولكن هذه التوبه كيسبقها واحد الفعل خص يتربى عليه الانسان. شنو هو؟ هو الاعتراف بالذنب. الاعتراف بالذنب. الانسان اذا كيدير شي ذنب ولا شي معصيه يعترف بها، ماشي يعترف لشي واحد كما كيديروا النصارى في كرسي الاعتراف ولا شي حاجه، لا، يعترف بها بينه وبين الله، بينه وبين الله، باش يعني يبين الانسان العبوديه ديالو الله سبحانه وتعالى. شنو هو اللي خايب؟ هو ذاك الانسان الذي يستكبر عند المعصيه، او ذاك الانسان الذي يحاول انه يقول لك راه هذه ليست معصيه، بمعنى يحرف الشرع. كثير من الناس اليوم كيرتكبوا شي معاصي وبدل انهم يعترفوا انها معصيه اش كيدير؟ كيقول هذا الشيء كاع ماشي معصيه. مثلا يشرب الخمر، توب الى الله، الخمر كور يحرم الا بين نور يحرم، كوني كيتنين يحرم ولله حل القران يحرم بحال هذا الكلام. لا تدخن، القارورة يحرم، اسكي تكره، لا تفعل، وهكذا. اذا اساس التوبه هو الاعتراف. اعترف بالخطا. ملي كتعترف هذا بدايه العلاج. واش يمكن شي واحد يمشي للطبيب وهو ما اعترفش انه مريض؟ لا يعقل. اذا اساس التوبه الاعتراف. اسكت بك المعصيه اني يا ربي غفرت المعصيه يا ربي يغفر ادور تيريت وهو ارتيتك كوني كيتين غير كان. فهذا هو سبيل ابليس. عندك سبيلان، اما سبيل ادم اما سبيل ابليس. ادم يوقع كان المعصيه ما سنا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا انفسنا، اعترف بالمعصيه. اما ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين، هتنبيه إن أنا خير منه وليس كنا ربي اغفر لي إن أنا خير منه فاستكبر. وشوف نختموا بهذه، راه الإنسان اللي من العادة ديالو يعترف بالخطأ ديالو بينه وبين الله في الدنيا يعترف به حتى في الآخرة أمام الله عز وجل فيغفر له الله. بنادم اللي ميارن أي تعترف المعصية جالس ضرب به الناس كنا يا ربي تغفر المعصية ياك لو قلنا يميا كان حدو نيت هاتي التحلي خرت راكيشي سكر كان. الذي يستكبر على الله عز وجل في الدنيا نفس المعنى سيفعله امام الله عز وجل بنص القران والسنه. في السنه ذاك الانسان الذي كيعترف يقول النبي صلى الله عليه وسلم
أن ذاك بعض الناس يقف بين يدي الله يوم القيامة فيقرره الله، يقول له يا عبدي فعلت يوم كذا كذا وكذا، فيقول أي ربي إيه فعلت، أي ربي اسمه كذب، اسمه اعتراف، يعترف. فيقول الله عز وجل في آخر الحديث فيقول سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ذلك لا أتي رحمة ربي تسعى، ولكن أساس الخدمة قال الاعتراف. أما ذاك الإنسان الذي لا يعترف في الدنيا أمام الله كذلك يفعل نفس المعنى، وهو ما حكى الله عز وجل في القرآن: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أشكو علاش؟ أنكروا كل شيء، أنكروا أنهم كانوا يفعلون، لكن نطقت جوارحهم ثم قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ما لو يتيني كريان يضنا علاش الحفلات شاهد ما قلت تيني لقني حبا الحقيقه ياك لقن دوري رئيس ديوي التالي الخبار انا سيدي علاش الحفلات شاهد لما شهدتم علينا؟ بس ان الله عز وجل قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. حينئذ اذا كاع اعترف الانسان قدام الله في يوم القيامه ولم يعترف في الدنيا بذنوبه لا ينفعه الاعتراف، ما غاديش ينفعه بوالو. قال الله عز وجل لا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير زيد فاعترفوا بذنبهم. ماشي غير علاش؟ فسحقا لأصحاب السعير. إذا التوبة أي قال الأساس العمل الصالح حتى تتسكر، تب إلى الله لتحس بخفة ليسهل عليك العمل. بعض الشباب بالذات أنا كيتيني تصديف لا تزليت، تقيل عليا الصلاة، تقيل عليا قراءة القرآن، تقيل عليا عمل الخير. علاجك في التوبة توب إلى الله ستحس بخفة ويخف عليك العمل الصالح كيفما كان. وإياك ثم إياك أن تؤجل التوبة، لأنك لا تدري متى يأتيك أجلك. لا يدري كل إنسان لا يدري متى يأتيه أجله، فقد أخفى الله عز وجل عنه. لهذا ينبغي أن يجدد الإنسان التوبة المرة بعد المرة، ولا بأس أن يجدد الإنسان عند استيقاظه من النوم وعند إرادة النوم. ما تخسرت قالك ضرب بك يعني جدد التوبة، وإلا إن أخرتها فلن تقبل منك حينئذ. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر الموت انتهى الكلام. إذن لنحاول أن نستفيد من رمضان قدر الإمكان، لا تفوت أي فرصة، ليحاول الإنسان يخفف حتى من العمل ديالو. إذا كان الإنسان طيلة السنة بدا يتزال، على الأقل خفف العمل قليلا ما لتستفيد من رمضان. تلك الخفة ديال العمل الدنيوي عوضها بالعمل الأخروي. اقرأ القرآن، صل رحمك، أحسن إلى الناس، جد على الناس، ادعو إلى الله، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، اطرق جميع أبواب الخير. عسى الله أن يختم لك بالحسنى بسبب ذلك. إذا خلاصة الكلام لنستعد لرمضان لنستفيد منه، فلا ندري لعله أن يكون آخر رمضان يصومه الإنسان. أعتقد نكتفي بهذا القدر لمن وعى وليس الإنسان إلا ما سعى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا يا ربي قيامه وصيامه. اللهم اجعلنا يا ربي ممن يصومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا يا ربي ممن يقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا فيه يا ربي من الصائمين أحسن الصيام ومن القائمين فيه أحسن القيام. اللهم يا رب اجعلنا فيه من عتقائك من النار، ولا تجعلنا فيه من الخاسرين من الهالكين يا رب العالمين. واختم لنا بما ختمت به لعبادك الصالحين، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.